ازيكم وعاملين ايه؟ فيديو النهارده فيديو مفاجئ كده، وهو فتح علبه او انبوكسنج وانطباعات اوليه للريلمي 13 برو بلس، خليفه الموبايل الاشهر من ريلمي السنه اللي فاتت، الريلمي 12 برو بلس، اللي كان جايب كاميرا تضاهي كاميرات الفلاج شيب مع اداء مستقر جدا وسلس. فالنهارده معانا المفروض النسخه بقى المحسنه منه، الافضل في الشاشه، الاسرع في الشحن، الافضل المفروض في الكاميرات والتصوير. هنشوف النهارده محتويات العلبه بتاعتها. بس قبل ما نخش على فتح العلبه بتاعت الموبايل اللي معانا النهارده، عايزكم تجروا تحت في الكومنتات تكتبوا لي بسرعه عايزين انهي فيديو ينزل الاول، هل فيديو تجربه الالعاب ولا فيديو مراجعه الكاميرات والشاشه وكل الكلام ده اللي هي المراجعه الكامله من الاخر. مستني رايكم، ويلا على فتح العلبه. وبسم الله كده مبدئيا، العلبه بتاعت ال 13 برو بلس هي علبه ال 12 برو بلس، ولكن الفرق بينهم رقم 13 هنا وكلمه الاي اي اللي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، فواضح كده ان السوفت وير هنا معزز بخدمات الذكاء الاصطناعي وال 5 جي طبعا. ومن ورا ما عندكش غير اهم المزايا اللي جاي بيها الجهاز ده، زي مثلا انه جايب كاميرتين خلفيتين من سوني ب 50 ميجا بكسل وفيهم واي اس او مثبت بصري، وكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل، وسناب دراجون 7 اس جن 2، معالج جبار في الاداء والالعاب في الفئه المتوسطه دي، مع الكاميرا البيروسكوب اللي برضه من شركه سوني واللي بتعمل لك تقريب لحد 120 اكس، والشاشه بقى اللي بتعرض 120 هرتز الكيرفت، اللي سطوعها السنه دي اعلى بكتير من سطوع السنه اللي فاتت، واللي تقريبا كانت هي دي نقطه العيب الوحيده في الريلمي 12 برو بلس، هي السطوع بتاع الشاشه بتاعته تحت اشعه الشمس. كان اخره تقريبا 800 نتس بس او 800 شمعه، هنا بيوصل ل 2000 نتس، ده البيك بتاعه. يعني الفعلي على ارض الواقع هتلاقي 1200 او 1300، وده رقم ممتاز بالنسبه للسنه اللي فاتت على فكره. المهم، وعندك شاحن بقى 80 واط، السنه اللي فاتت كان 67 بس، وبطاريه بسعه 5200 ملي امبير اور. طبعا النسخه اللي معايا دي هي النسخه اللي 12 رام و512 جيجا مساحه تخزين. بسم الله كده ايه، نفتح العلبه. عندنا طبعا البوكس الخاص بريلمي اللي مكتوب عليه ميك ات ريل، وده اللي متعودين عليه خلاص مؤخرا في اجهزه ريلمي. عندنا شويه حاجات لطيفه كده زي دبوس الشرايح، وكتيب تعليمات حد بقى يلخصوا لي، وكتيب تعليمات تاني، وجراب سيليكون ولكن لونه اسود شيك جدا من ريلمي. بصراحه احيي ريلمي على الجرابات اللي بتحطها. الجراب فعلا تحسه مش جراب عادي، لا مصروف عليه كده وواخد تكستشر او ملمس الجلد، في حاجه فخمه بصراحه. ولكن لما تشوف تصميم الموبايل ده هتعرفوا ان حرام اصلا موبايل زي ده يتحط في الجراب. ما علينا. ماشي كده البوكس ده ايه خلاص فدي. نفتح بقى كده ايه، نيجي للموبايل بتاعنا، واللي مش هوريكم اللون بتاعه دلوقتي، فايه نطلعه كده في الخباثه على جنب. ومعانا الشاحن الصاروخي اللي بقدره 80 واط، هنشوف طبعا فيديو المراجعه بيشحن لنا قد ايه وفي كام في الميه والكلام ده كله، كل ده هنعرفه قدام، خليه هنا على جنب. ومعانا طبعا هنا كابل الشحن المستخبي جوه ده اهو، كابل الشحن اللي بيدعم طبعا السرعه العاليه ال 80 واط اللي جاي بيها الشاحن. كده خلصنا كل محتويات العلبه. نيجي بقى للموبايل بتاعنا، وبسم الله كده نطلعه من الكيس. واللي يعني مش عايز اقول لكم قد ايه الموبايل ده فخم. تعالوا بس بسم الله ندوس على زر الباور، وبعدين بقى ايه افرجكم على الموبايل. بسم الله. ريلمي باورد باي اندرويد. تعالوا بقى بسم الله نقلب الموبايل كده، بصوا اللون اللي معايا. يعني انا بصراحه اول ما شفت تصميم الموبايل ده انا انبهرت، يعني ما بقتش عارف اقول ايه ده، ايه يا جماعه الشكل ده. الموبايل الظهر بتاعه مديك ايحاء كده كذا حاجه في بعض، يعني ممكن تبص له مثلا تقول عامل شبه الرمله اللي على الشط بتاع البحر كده، او واخد كده الشكل بتاع عارفين الالماس الصغير الابيض ده او اللؤلؤ ده، واخد لون اللؤلؤ كده مع شكل الحبيبات او الحاجات البثور الصغيره خالص دي اللي ليها ملمس فخم في الايد. فلا الموبايل ملمسه مميز جدا وشكله فعلا فخم. انا فعلا منبهر من شكل الجهاز ده، مع حلقه الكاميرات الذهبيه اللي بتيجي بنفس فكره تصميم السنه اللي فاتت الخاص بساعات رولكس الغاليه والفخمه، مع الفريم او الاطار برضو الذهبي. فلا يا جماعه الموبايل مش هتدرك قد ايه هو فخم الا ما تمسكه في ايدك. يعني لازم تروح تمسك الموبايل ده في ايدك، حتى روح اي فرع من فروع ريلمي كده وامسك بس الموبايل ده واتفرج على الفخامه دي. طبعا هقول لكم سعره واشتريته بكام في المراجعه الكامله، مش وقته دلوقتي. خش خلي اللغه انجلش ماشي. المهم هخلص كل الاعداد دي بسرعه وارجع لكم. الواحد عشان بقاله فتره بيجرب موبايلات اقتصاديه بس، فاول ما مسكت الموبايل ده حسيت بطلعه رهيبه. ووصلنا اخيرا لريلمي يو اي. يلا بينا جيت ستارتد. بسم الله. حتى الخلفيه كمان ذهبي، يعني تخيلوا كده معايا، يعني خلفيه ذهبي مع الظهر ده مع الفريم ده، يعني التفاصيل يا جماعه التفاصيل. المهم تعالوا كده ايه بصه سريعه كده على اعدادات الشاشه من جوه، نشوف كده ايه ال 120 هرتز زي ما بنعمل كل مره، نتاكد انها شغاله عشان ناخد اعلى سرعه من الجهاز. سكرين ريفريش ريت معموله اوتو سيلكت، ممكن اخليها هاي براحتي، خليها كده على هاي اعلى حاجه. وعندنا كمان البصمه كنت دخلتها، تعالوا اجربها معاكم كده برضو على السريع. بسم الله. كلام جميل قوي من ريلمي،
يعني بصوا حتى وشها مطفيه، اداء البصمه برضو صاروخي، حتى وشها مطفيه، يعني مش لازم ايه بعمل كده وبعدين افتحها، لا من هنا عادي وهي مقفوله اعمل كده خلاص صور. برضو بصه سريعه على الكاميرات، بسم الله كده خد واحده ايه صوره سيلفي، وواحده فوتو عاديه كده بالكاميرا ال50 ميجا بكسل اللي من سوني دي. نبص بصه كده سريعه على منظر الصور اللي بتطلع، زي ما انتم شايفين تفاصيل عاليه وممتازه، ولكن في اضاءه الاستوديو اضاءات يمين وشمال والكلام ده كله. فطبعا هنزل بيه الشارع ده وهفرمه في التصوير، لان الموبايل ده المفروض كاميرته احسن من ال 12 برو بلس بتاع السنه اللي فاتت، وبالمناسبه ال 12 برو بلس كان اسطوره في الكاميرات، فده المفروض يتفوق عليه. فبشكل مبدئي الجهاز ده اداؤه هيكون صاروخي، انا بقول لكم هو من دلوقتي كاميرات ممتازه ومن افضل الكاميرات اللي هتكون نزلت في الفئه المتوسطه في 2025، علم على الكلام من دلوقتي، واشيك وافخم تصميم مسكته في موبايل متوسط لحد دلوقتي. خلينا نستنى ان شاء الله نشوف 2025 مقدم لنا ايه، ولكن زي بفكركم تاني تكتبوا لي في التعليقات عايزين فيديو المراجعه الكامله الاول ولا فيديو الالعاب. وبس كده، انا عمر من قناه اوبيتك واشوفكم في فيديو جديد.